هذه إذاعة إرنا. الأعزاء مستمعي ومستمعاتي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 15 من يوليو. وكما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار. وضمن برنامج متابعات الأسبوعي يقدم لكم الزميل أحمد شريف رصدا لآخر تطورات الأوضاع في إثيوبيا بقراءة تقرير للأستاذ صلاح خليل الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والسياسية في القاهرة. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. تقديم مواطن أمريكي من أصل إريتري للمحاكمة بتهمة دهس امرأتين بسيارة. وزير العدل السوداني يشير إلى صعوبة تطبيق التعديلات القانونية الجديدة في بلاده. فرنسا تحتفل بيومها الوطني في ظل مخاوف من موجة ارتدادية لفيروس كورونا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، كانت تلكم عناوين النشرة وهذه تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المواطن الأمريكي من أصل إريتري داويد قالتا سيقدم إلى المحاكمة في 22 من الشهر الجاري بتهمة دهس امرأتين أثناء مظاهرة لجماعة تدعم مطالب السود الأمريكيين في ولاية واشنطن. وقال محامي الشاب الإريتري بأن طلب الإفراج عنه بكفالة تقدر $1,200,000 لحين المحاكمة التي قد يتعرض فيها للسجن لمدة طويلة في حال إدانته. وكان داويد يقود سيارته الرياضية بسرعة عالية عندما صدم فتاتين كانتا في المظاهرة، مما أدى إلى وفاة واحدة في الحال ونقلت الأخرى إلى المستشفى في حالة خطرة. أقر وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري بصعوبات ستواجه تطبيق تعديلات قانونية جديدة شملت إلغاء مادة الردة، لكنه لفت إلى أن النيابة يمكنها لعب دور مهم في ذلك. وكشف عبد الباري تفاصيل جديدة حول قانون التعديلات المتنوع الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد الماضي ليكون ساريا على الفور. وأكد إلقائه مادة الردة وتضمينه عدم تعريض شاربي الخمر من غير المسلمين لأي عقوبات. وتعد الردة أكثر مادة مثيرة للجدل في القوانين السودانية، مما جعل البلاد معرضة لضغوط كثيفة من جمعيات حقوق الإنسان المحلية والعالمية. وألغت التعديلات الجديدة مادة الردة، كما سمحت لغير المسلمين بتناول الخمر دون عقاب، علاوة على منح المرأة الحق في اصطحاب أطفالها خارج البلاد دون موافقة الزوج، وهو ما كان ممنوعا بموجب القانون السابق. ونقل موقع السودان تريبيون عن الوزير القول في مقابلة تلفزيونية مع قناة تلفزيون السودان أن التعديلات هدفت لموائمة القوانين مع الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية وفقا للحاجة الملحة بإقرار الحريات وضمان سيادة حكم القانون دون تمييز. وأضاف الوزير: أجيز قانون التعديلات المتنوعة وقدم إلى مجلس السيادة في أبريل الماضي، ولم يكن هناك اعتراض عليه بل تعليقات سعت وزارة العدل تضمينها بما لا يقوض القانون. وتابع القانون يلقي عقوبة الجلد عدة في الجرائم الحدية والقصاص. ومنحت الوثيقة الدستورية التي تحكم عمل الفترة الانتقالية سلطات التشريع إلى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء إلى حين تشكيل المجلس التشريعي. احتفلت فرنسا يوم أمس الثلاثاء بيوم الباستيل، وهو العيد الوطني للبلاد والذي يصادف سنويا 14 من يوليو. وكان احتفال هذا العام استثنائيا، حيث ولأول مرة يمنع فيه التجمهر وتقديم العروض العسكرية والألعاب النارية التي أصبحت من تقاليد الاحتفال. ويأتي احتفال هذا العام من مخاوف من موجة ارتدادية لفيروس كورونا مع انتهاء فصل الصيف الحالي، حيث يشير بعض الخبراء بأن الفيروس يمكن أن يسبب إصابات جديدة تقدر بالألوف، وأن على حكومة رئيس الوزراء الجديد وضع خطة محكمة لتفادي تفشي الإصابات في أوساط السكان. وكان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد قد زار
نيو كاليدونيا، وهي مقاطعة فرنسية تقع شرق البرازيل، حيث تسجل هذه المقاطعة أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفرنسية. بهذا الخبر من باريس مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. تقديم مواطن أمريكي من أصل إريتري للمحاكمة بتهمة دهس امرأتين بسيارة. وزير العدل السوداني يشير إلى صعوبة تطبيق التعديلات القانونية الجديدة. فرنسا تحتفل بيومها الوطني في ظل مخاوف من موجة ارتدادية لفيروس كورونا. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامج متابعات. هذه إذاعة إيرينا. في هذه المرة سيداتي سادتي نتابع معكم المقال الذي كتبه الأستاذ صلاح خليل الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، فأهلا ومرحبا بكم. يتناول الأستاذ صلاح خليل الباحث بمركز الأهرام والدراسات الاجتماعية والتاريخية الأوضاع في إثيوبيا قائلا: مع وصول حكومة أبي أحمد إلى السلطة في عام 2018 نظر كثيرون بتفاؤل إلى مستقبل الدولة والديمقراطية في إثيوبيا، لكن بعد مرور قرابة عامين من حكم أبي أحمد تصاعدت التوترات الإثنية والخلافات السياسية والحزبية، الأمر الذي أكد على هشاشة الأوضاع الداخلية وأنذر باحتمال دخول البلاد في نفق مظلم وحالة متزايدة من التوترات وعدم الاستقرار وربما التفكك. يقول الأستاذ صلاح خليل: أولا، أبي أحمد وتعثر مسار الإصلاح. تبنى أبي مبادرة للإصلاح السياسي في إثيوبيا بعد وضع حد ونهاية لمسيرة طويلة من الحكم الاستبدادي للجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية، وهذه المبادرة كانت رافعته إلى تولي منصب رئيس وزراء إثيوبيا في أبريل عام 2018. كان من بين أهم ركائز مبادرة أبي أحمد الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وفتح المجال السياسي بعد إلغاء تجريم أحزاب المعارضة وتوقيع معاهدات السلام مع المنظمات السياسية المحظورة والمتمردة. ولم تقتصر مبادرته الإصلاحية على الداخل الإثيوبي، بل إنه ذهب إلى إعادة هيكلة لسياسة إثيوبيا الخارجية تجاه الإقليم ومحاولة تصفير المشاكل مع دول الجوار، حيث لعب دورا إيجابيا في حلحلة الصراعات وحل الأزمات في دول الجوار. وقد ساهمت هذه الجهود بشكل كبير في حصول أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام لعام 2019. وفي محاولة لإعادة هيكلة المشهد السياسي وتنظيمه، قام أبي أحمد في ديسمبر من عام 2019 بدمج الحزب الحاكم مع العديد من الأحزاب التي تقودها مجموعات عرقية تحت اسم جديد هو حزب الازدهار، كخليفة للجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية. كما وقع أبي أحمد اتفاقية لإنهاء العنف وإحلال السلام مع الجبهة، أي جبهة تحرير أوغادين المتشددة، ووقع اتفاقيات تاريخية مشابهة في عام 2018 لإلقاء الجبهات المتمردة السلاح ومواصلة نضالهم عبر الوسائل السياسية. ووعد أبي أحمد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بحلول 2020، ربما أو بما كان يبشر بعملية تحول واعدة وعملية مصالحة وتعايش
تنهي إلى حد كبير التوترات العرقية والتهميش والإقصاء السياسي، وتعالج الأزمات الناجمة عن تسييس الإثنية في إثيوبيا. لكن بعد عامين من السلطة بدت مبادرة دكتور أبي أحمد الإصلاحية في مهب الريح، وبدت الصورة من الداخل مثيرة للشكوك ومخيبة للآمال. وبعكس أجواء الانفتاح التي تبناها أبي أحمد، عاد إلى المشهد اعتقال الصحفيين والمعارضين السياسيين بصورة متواترة، واتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن الإثيوبية التي تم تعبئتها لمحاربة المتمردين المسلحين في أجزاء من البلاد، اتهمها بالقتل خارج نطاق القانون، فيما بدا واضحا وكأنه محاولة لتأسيس حزب فردي بقيادة أبي أحمد بعيدا عن كل الوعود التي جاء بها. واستنادا إلى المخاطر التي يشكلها تفشي وباء كورونا، عمدت حكومة دكتور أبي أحمد إلى الإعلان عن تأجيل الانتخابات العامة لمدة 9 أشهر على الأقل. وبناء على هذا القرار الذي وافق عليه المشرعون الإثيوبيون، سيستمر تفويض رئيس الوزراء أحمد المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2020 لمدة قد تصل إلى عام كامل. ولم تتوقف التداعيات على الجانب السياسي، بل الجوانب السياسية، بل طالت الأوضاع الاقتصادية، لا سيما مع التفشي وباء كورونا وظهور ضعف القطاع الصحي وضعف إمكانيات الحكومة في مواجهة الوباء، فضلا عن تدهور الأوضاع الاجتماعية واحتمال دخول البلاد في حروب داخلية ودعاوى انفصال ربما لم تشهدها إثيوبيا في حقب سابقة. وطالت المشكلات علاقات إثيوبيا بدول الجوار، حيث اندلعت مواجهات على الحدود مع السودان، وتعقدت مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان، وبدت سياسة أبي أحمد الخارجية تسير باتجاه معاكس لوعوده بحل الأزمات وتصفير المشكلات مع دول الجوار. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم سيداتي سادتي مع حلقة في برنامج متابعات، ونتابع هذه المرة ما كتبه الأستاذ صلاح خليل الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، وقد كتب مقالا يحلل فيه الوضع في إثيوبيا تحت عنوان إثيوبيا إلى أين؟ ثانيا، يقول الأستاذ صلاح خليل: أبعاد الأزمة الراهنة في إثيوبيا. تحت هذا العنوان الفرعي كتب يقول: يرى البعض أن أبي أحمد استغل تفشي وباء كورونا وقام بالدفع بتأجيل الانتخابات من أجل كسب مزيد من الوقت والعمل على هندسة المشهد السياسي لصالحه وصالح حزبه الجديد الذي يتوقع أن يكون المهيمن على الحياة السياسية في إثيوبيا في السنوات القادمة. لهذا رفضت القوى السياسية قرار تأجيل الانتخابات، واعتبرت حزب الازدهار الحاكم يستغل تفشي الوباء أي وباء كورونا لضمان بقاء الحكومة أطول فترة ممكنة. وأعربت جبهة التحرير الوطنية من جانبها من بين مجموعات أخرى عن استيائها مما وصفته بأنه توقف عميق في عملية التحول الديمقراطي. وقد أعلن حزب بالداراس المعارض من أديس أبابا أنه سيعتبر الحكومة الحالية قد تم حلها اعتبارا من 10 أكتوبر القادم، ودعا إلى الاحتجاجات بجميع أنحاء إثيوبيا. هذا الموقف كما يقول الأستاذ صلاح خليل، هذا الموقف جاء جزءا من تنامي نشاط معارضي أبي أحمد في الشهور الأخيرة، خاصة بعدما انتقل حليفه السابق جوهر محمد إلى معسكر المعارضة. كما دعت بعض أحزاب المعارضة الأخرى إلى تشكيل حكومة ائتلافية مكونة من مختلف الكيانات السياسية حتى إجراء الانتخابات القادمة. حيث قال الدكتور بكالي جيربا نائب زعيم حزب المؤتمر الاتحادي أورومو المعارض: لا يمكن لهذه الحكومة أن تحكم بعد 10 أكتوبر وفقا لدستورنا، يجب أن تجتمع الأحزاب لمناقشة كيفية حكم البلاد. وقد رفض رئيس الوزراء أبي أحمد هذه الفكرة، وقال في خطاب مسجل
بالفيديو في مايو 2020. أولئك الذين يقترحون هذا هم أولئك الذين يعطون الأولوية للحصول على السلطة بأي ثمن، إنها تتعارض مع ما هو قانوني ومع تطلعات المواطنين. أما ممثلو المعارضة فيبنون طلباتهم على تفسير المادة 60 من الدستور الإثيوبي القسم 5 التي تشير إلى أنه عند حل الحكومة سيستمر ائتلاف الأحزاب كحكومة تصريف أعمال. وهذا الرفض القاطع من جانب رئيس الوزراء يرجع إلى عجزه المتوقع عن التوصل إلى اتفاق مع المعارضة حول القضايا الأساسية المتنازع عليها. واستغل خصوم أبي أحمد الأساسيون هذه التطورات لإعادة تنشيط جماعات المعارضة من جديد، خاصة جبهة تحرير تيغراي، وهي منظمة سياسية إقليمية كان لها هيمنة رئيسية على الجبهة الثورية سابقا كخصم سياسي كبير لحزب الازدهار. وأعلن البرلمان الإقليمي من تيغراي رفض قرار الحكومة الفيدرالية، وأعلن أنه سيجري انتخاباته الخاصة. وقالت الجبهة في بيانها: لن نتخلى عن حقنا في التصويت لمجرد إرضاء الزمرة الدكتاتورية في أديس أبابا. كما تبنت النخبة السياسية خطابا تصعيديا وعدائيا تخطى حدود المناقشة السياسية. فالسياسيون البارزون يهيمنون ويهينون بعضهم الآن على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير مسبوقة، ويعجز بعض المعتدلين والزعماء الدينيين المؤثرين عن تهدئة الصراع، وهو ما يظهر مدى الانقسام السياسي. عموما كما يقول الأستاذ صلاح خليل الباحث في الشؤون التاريخية والاجتماعية في مؤسسة الأهرام، كشفت الأزمة الأخيرة عن صراع بين أبي أحمد والأورومو، ولجأت الحكومة إلى استخدام القوة العسكرية للتعامل مع متمردي جيش تحرير أورومو الانفصاليين. وأدى الصراع الدائر بين جبهة تحرير الأورومو وقوات الأمن الإثيوبية في منطقتي ولقا وغوجي في إقليم أوروميا إلى مقتل وتشريد عشرات المدنيين خلال العام ونصف العام الماضيين. ويعكس هذا الصراع وجها آخر لأبعاد الأزمة التي تعاني منها الدولة. ثالثا، كما يرى الأستاذ صلاح، تداعيات محتملة. تحمل الأزمة السياسية الخاصة بتجديد ولاية الحكومة الإثيوبية العديد من التداعيات الخطيرة على مستقبل البلاد، يمكن إجمالها فيما يلي. أولا، التشكيك في شرعية أبي أحمد. من شأن التطورات الراهنة في إثيوبيا أن تؤثر على شرعية أحمد وأن تقلل من أهمية إصلاحاته، والتأكيد على أنها لم تكن سوى ادعاءات تحولت على أرض الواقع إلى سراب. فسياسة حكومة أبي قد تفجر الاحتجاجات التي دعت لها بعض الأحزاب، وقد تتزايد دعوات مقاطعة انتخابات 2021 مما يشكك في شرعية حكومة أبي أحمد. ثانيا، دخول البلاد في أزمة سياسية. ليس من المعروف إلى أي مدى يمكن أن تذهب الأزمة بعد انتهاء فترة ولاية الإدارة الحالية التي مدتها 5 سنوات تنتهي في أكتوبر 2020، حيث ستكون الظروف مواتية للمعارضة للتشكيك في نوايا أبي أحمد ومشروعية سلطته. وقد بدأت الأحداث في التبلور مع إعلان تحدي البرلمان الإقليمي في تيغراي قرار الحكومة الفيدرالية، وأعلن أنه سيجري انتخاباته الخاصة، وهذا القرار ستكون له آثار واسعة النطاق من خلال إجراء انتخابات دون إشراف المجلس الانتخابي الوطني، حيث سيكون من شأن تلك الخطوة أثر سلبي على النظام الدستوري الإثيوبي، وسيشعل صراعا مفتوحا بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة الفيدرالية. وإذا تدهور هذا الوضع أكثر يمكن للديمقراطية الوليدة في البلاد أن تتراجع، بل سيكون استقرار البلاد أمام خطر حقيقي، خصوصا أن حكومة أبي أحمد تتجاهل حتى الآن تهديد جبهة تحرير شعب تيغراي. ثالثا، تزايد الانقسامات الإثنية وانفجار العنف. قبل الإعلان عن تأجيل الانتخابات
كانت إثيوبيا تواجه بالفعل عنفا متزايدا بين الإثنيات، وكان أكثر من 12 مجموعة عرقية صغيرة تدعو إلى مزيد من الحكم الذاتي الإقليمي. واستغل القوميون في إقليم أوروميا وتيغراي وأمهرة تعقيدات المشهد، وقاموا بتعبئة الشباب العاطل عن العمل والمحبطين لحشد الدعم للمطالبة بالانفصال، وخاصة المعارضة، أي معارضة حكومة أبي لتوجهات الحكومة. نعم، ومن شأن هذه التطورات أن تدفع باتجاه انفجار العنف، لا سيما أن مشهد الميليشيات وإقامتها حواجز على الطريق أصبح جزءا من الحياة اليومية في إثيوبيا، كما قد يتسبب تأجيل الانتخابات الآن في مواجهة وشيكة يمكن أن تمزق إثيوبيا متعددة الأعراق بمجموعاتها 8 المتنوعة، أي 80. في النهاية يرى الأستاذ الكاتب صلاح خليل يقول إن أزمة سياسية متعددة الأبعاد باتت تهدد الاستقرار في إثيوبيا، وتنذر باضطرابات داخلية واتساع لنطاق العنف وتزايد للمطالب الانفصالية من جانب الأقليات. كذلك فإن سياسة أبي أحمد لم تكن متسقة مع مبادراته الإصلاحية، وهو ما أثر على شعبيته داخليا. ربما هناك فرصة للخروج من المأزق الداخلي الراهن عبر الحوار والمصالحة، واستعداد الأطراف لتقديم تنازلات حقيقية لحلحلة الأزمة. لكن ما يلوح في الأفق هو تعمق الانقسامات وتراجع فرص الحوار والمصالحة، وبالتالي فإن المتضرر هو الدولة في إثيوبيا وفرص التعايش السلمي بين مكوناتها العرقية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. سيداتي سادتي، كنتم فيما مضى مع برنامج متابعات، وتابعتم المقالة التي كتبها الأستاذ صلاح خليل، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية. كتبه تحت عنوان إثيوبيا إلى أين؟ وكانت قراءة عميقة. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة. كان معكم في التقديم محدثكم أحمد شريف، وفي الإخراج والإشراف العام تقبلوا تحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سيمؤون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرينا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. أقدم لكم قبل نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم تذكير بأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. تقديم مواطن أمريكي من أصل إريتري للمحاكمة بتهمة دهس امرأتين بسيارة. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المواطن الأمريكي من أصل إريتري داويد قالتا سيقدم إلى المحاكمة في 22 من الشهر الجاري بتهمة دهس امرأتين أثناء مظاهرة لجماعة تدعم مطالب السود الأمريكيين في ولاية واشنطن. وقال محامي الشعب الإريتري بأن طلب الإفراج عنه بكفالة تقدر $1,200,000 لحين موعد المحاكمة التي قد يتعرض فيها للسجن لمدة طويلة في حال إدانته. وكان داويد يقود سيارته الرياضية بسرعة عالية عندما صدم فتاتين كانتا في المظاهرة، مما أدى إلى وفاة واحدة في الحال ونقلت الأخرى إلى المستشفى في حالة خطرة. وزير العدل السوداني يشير إلى صعوبة تطبيق التعديلات القانونية الجديدة. أقر وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري بصعوبات ستواجه تطبيق تعديلات قانونية جديدة شملت إلغاء مادة الردة، ولكنه لفت إلى أن النيابة يمكنها لعب دور مهم في ذلك. وكشف عبد الباري تفاصيل جديدة حول قانون التعديلات المتنوعة الذي نشر في الجريدة الرسمية ليوم الأحد الماضي ليكون ساريا على الفور، وأكد إلغائه مادة الردة وتضمينها عدم تعريض شاربي الخمر من غير المسلمين لأي عقوبات. فرنسا تحتفل بيومها الوطني في ظل مخاوف من موجة ارتدادية لفيروس كورونا. احتفلت فرنسا يوم أمس الثلاثاء بيوم الباستيل، وهو العيد الوطني للبلاد والذي يصادف سنويا 14 من يوليو.
وكان احتفال هذا العام استثنائيا، حيث ولأول مرة يمنع فيه التجمهر وتقديم العروض العسكرية والألعاب النارية التي أصبحت من تقاليد الاحتفال. ويأتي احتفال هذا العام في ظل مخاوف من موجة ارتدادية لفيروس كورونا مع انتهاء فصل الصيف الحالي، حيث يشير بعض الخبراء بأن الفيروس يمكن أن يسبب إصابات جديدة تقدر بالألوف، وأن على حكومة رئيس الوزراء الجديد وضع خطة محكمة لتفادي تفشي الإصابات في أوساط السكان. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وأذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في برامج أخرى لإذاعة إرينا. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتح عثمان وزملائي في الإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.